اسماء ما ينفعش نسمي ولادنا بيها لو احنا ناويين نسافر بره الوطن العربي. ممكن الناس تيجي تقول لك يا عم دي اسماءنا وثقافتنا، خليك بس معايا للاخر. اول اسم معانا النهارده اللي هو شادي. شادي نطقه بالعربي عادي خالص زي ما انت سمعته كده، انما المشكله لو صاحب الاسم سافر لدوله بتتكلم انجلش وكتب اسمه لحد وطلب منه ينطقه بنطقهم المايع اللي احنا متعودين عليها، ينطق يقول شادي. شيدي. شيدي دي كلمة للأسف بنفس السبيلنج كده بالظبط بيودينا لكلمة تانية بتوصف شخص غير أمين أو مشكوك في أمره، أو اللي هو الشخص المشكوك في أمانته. تاني اسم معانا النهاردة هو الحقيقة هو مش اسم واحد، هو 3 أسماء ما تسميش عيالك بيهم: فخري وفخر وفاخر، ومش مضطر أقول لك ليه. طبعا أنا مجرد ما نطقت الأسماء دي أنت في حاجة معينة كده جت في دماغك، هي بالظبط الحاجة اللي أنا عايزها تيجي في دماغك دلوقتي. الاسم اللي بعد كده معانا النهاردة اللي هو اسم أمل. أمل. بصي يا أمل، أنت اسمك زي الفل والله، ما فيهوش أي نوع من أنواع المشاكل، بس لو نويتي تسافري بره ما تسمحيش لحد ينطق اسمك من قبل ما يسمعوا منك الأول. وهقول لك ليه. هم بمياعتهم الأجانب هتلاقيه أول ما يشوف اسمك مكتوب هينطقوا ايمو ايمو، وده هيوديكي في حتت للاسف انت مش عايزه تروحيها خالص يا امل. ولو مش عارفه ليه بصي على الكومنتات هتلاقي ناس بتشرح لك. الاسم اللي بعد كده معانا النهارده اللي هو غيمان. غيمان. الاسم مجرد ما تسمعه بالعربي كده عادي خالص، ما فيهوش اي مشكله. تعالى كده نتخيل نطقه بالانجلش عامل ازاي، زي ما انت ما تخيلته كده بالظبط. بلاش بقى الاسم ده، خش على الاسم اللي بعده: مياس او مياس. في بعض الدول العربيه بينطق مياس، وبعض الدول الاخرى بينطق مياس. تعالى كده نقسمها: مياس مياس مياس. انت فاهمني طبعا. اسم رحاب هو الحقيقه اسم جميل جدا، ولكن لما بنيجي نحوله للانجلش بيتكتب ريهاب، فدي كلمه اختصار كلمه ريهابيليتيشن اللي هو اعاده تاهيل. يعني لما بيكون في حد مدمن خمره او مدمن على مخدرات او عنده مشاكل نفسيه بيتعمل له اعاده تاهيل، فبندخله الريهاب. فده ممكن يدخلك في شويه مشاكل كده لو انت اسمك رحاب، فحاولي تنطقي اسمك قبل ما هم ينطقوه وهو مكتوب. اخر اسم معانا اللي هو اسم عبد الرحمن. اسم جميل جدا الحقيقه ومن ضمن الاسماء المفضله بالنسبه لي. انت لو اسمك عبد الرحمن وعايش معانا هنا في مصر هتلاقي بقى قرايبك وحبايبك واصحابك وكل الناس اللي بتحبك بتحاول توجب معاك وبتدلعك، بتقول لك يا بودي، لان انا شايف الاسم جميل بصراحه مش محتاج اي دلع. انا عايزك بقى يا صاحبي لو سافرت بره مصر ورحت بلد بتتكلم انجلش، سيب جزء البودي ده في البيت في بلدك، ما تخرجش بيه، سيبه ورا. وهقول لك ليه. لو سافرت بلد بتتكلم انجلش وحد سالك اسمك ايه هتقول له عبد الرحمن، فهيبقى اسم تقيل قوي، فانت هتبقى الراجل ده هيصعب عليك وهتبقى عايز تسهل له الامور شويه، فهتلاقي نفسك بتقول له قول لي يا بودي. ساعتها بس العيال هتجري وراك في الشارع وتقول لك يا بوبودي.